في لحظة واحدة خسر فريد كل شيء، لكن السبب كان أغرب مما تتخيل. في قرية هادئة كان هناك بائع حليب يدعى فريد. اعتاد أن يخلط الحليب بالماء ليجني المزيد من المال. وفي يوم من الأيام وهو في طريقه إلى السوق جلس ليستريح بجانب النهر. فجأة انزلقت منه كل أوعية الحليب وسقطت في الماء وضاعت كل أرباحه. جلس فريد يبكي بحرقة على خسارته، وفي تلك اللحظة مر به شيخ حكيم وقال له بهدوء: لا تبكي يا بني، فالماء قد عاد إلى الماء. فهم فريد حينها أن ما فعله من غش عاد إليه بالخسارة، ومنذ ذلك اليوم قرر أن يكون أمينا في بيعه. ومع مرور الوقت اكتسب ثقة أهل القرية وزادت تجارته بشكل لم يكن يحلم به. تذكر دائما: الأمانة والصدق هما أساس النجاح الحقيقي. أتمنى لكم أسبوعا مليئا بالبركة والخير. شكرا لمشاهدتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.